السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب للقلب، كلمة تهدي، دعوة تداوي، ورسالة توصلك للنور، مع بعض في طريق الإيمان والحب والتربية الصالحة. أهلا بيكي في رحلتنا الروحية. ليه بنبعد عن ربنا بعد ما بنتوب؟ بتحس إنك كل مرة تتوب ترجع تضعف، تحس إنك في دايرة مفرغة. أنا كمان كنت هناك، لكن اكتشفت إن دي مش نهاية، دي بداية. فكرة الصراع الداخلي، الشيطان مش بياخد أجازة حتى بعد التوبة. قال الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو واقف على طريق الخير مش الشر. هنا إبليس بيدعي إن ربنا هو اللي بيغويه. الضعف البشري الطبيعي، ربنا عارف إننا كلنا بنغلط، بس اللي يهمه هو إننا نرجع. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحل العملي إننا نحافظ على ورد يومي كل يوم حتى لو بسيط. غير الصحبة السلبية، ابعد عن بيئة الذنب. قوة الرجوع كل مرة، تخيل ربنا بيستناك في كل مرة ترجع فيها، بيغفر لك وكأنك ما غلطتش. مش مهم كم مرة وقعت، المهم كم مرة رجعت. اوعى تبطل تحاول، عشان ربنا بيحب اللي بيحاول. لو الكلمة دي لمست قلبك شاركيها مع كل اللي بتحبيهم، يمكن نكون سبب في هداية، سكينة أو تغيير شخص. لو لسه عندك سؤال أو أي حاجة نحكي عنها، اكتبيلي في التعليقات، أنا هنا ليكي دايما. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان نكمل رحلتنا دي سوا بإذن الله. كوني نور حتى في زمن العتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.